ازيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض صوص البرتقال بطريقه سهله جدا ومتميزه، ومش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود، بمكونات بسيطه جدا جدا هيطلع معاكي صوص بالجمال ده. بس اهم حاجه تكملي معايا الفيديو للنهايه علشان تستفيدي، وهتبقي كمان اشطر من اشطر حلواني، لاني ما اعتقدش ان في حد هيطلع الصوص بالجمال ده ولا القوام ده كمان. لو اول مره تشوفيني على القناه، انا مروه عبد الغني. اتمنى تعملي لي لايك وشير واشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. استعمالاته كتير، وحاجة مهمة جدا هي تكون موجودة في التلاجة عندنا. هنبدأ على طول بالمكونات البسيطة بتاعتنا. معانا هنا 6 حبات من البرتقال. البرتقال ده بسرة. لو موجود عند حضراتكم برتقال بلدي أو برتقال أي نوع من أنواع البرتقال مش هيقول لا. بعد كده أنا هجيب معايا هنا العصارة بتاعت البرتقال اليدوي. فأنا هعصر معايا الكمية بتاعت البرتقال، طلعت معايا بالظبط كوبايتين من البرتقال الكبار اللي هي بتاعت الشربات. كده